أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج حوار. يوصف في حزب العدالة والتنمية المغربي بالقوة الهادئة. شغل منصب وزير خارجية المغرب في أول حكومة عقب دستور عام 2011. تقلد منصب الأمانة العامة للحزب عام 2004 قبل أن يفسح المجال لعبد الإله بن كيران ويحتل الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لعام 2012. ضيف اليوم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي الدكتور سعد الدين عثماني. أهلا بك. مرحبا وسهلا، شكرا جزيلا. دكتور، أول سؤال: أين نحن من الحكومة التي ينتظرها المغاربة منذ أكثر من 4 أشهر؟ شكرا على هذه الاستضافة. تأخر تشكيل الحكومة ل4 أشهر، لكن نحن كما قلنا في آخر اجتماع للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لا زال عندنا أمل لتتشكل هذه الحكومة. وكما قال الأمين العام نفسه، هناك ثوابت لكن هناك أمور يمكن أن تخضع للتفاوض. وفعلا في هذا الأسبوع أطلقت جولة أخرى من المشاورات ومن تبادل الرأي والتفاوض لمحاولة إيجاد موقف وسط بين الأطراف المختلفة لتشكيل الحكومة. أنا أظن بأن اللحظة التي يعيشها اليوم المغرب هي لحظة تاريخية مهمة جدا. لماذا؟ لأن في فترة سابقة لعقود من الزمان كان تشكيل الحكومة شيء سهل جدا. الملك يقوم باتخاذ القرار ويعين الوزير الأول ويتم تعيين الوزراء أيضا بسهولة. لم يكن هناك تنافس سياسي قوي، ولم تكن هناك مبادئ ديمقراطية موضوعة على الطاولة بالطريقة التي هي موضوعة اليوم بعد دستور 2011. اليوم هناك تنافس سياسي بين الأحزاب. أظن بأن هذه اللحظة مهمة، تبين أن الديمقراطية المغربية تتطور بصعوباتها بمشاكلها. طب في ظل الحديث عن هذه الصعوبات دكتور سعد الدين، في حال تعثر التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين في المغرب وتعذر ميلاد الحكومة، ما هو السيناريو الدستوري المحتمل؟ ولا بد أن أشير أولا إلى أنه كانت هناك محاولات منذ بداية ما بعد الانتخابات بإلقاء بعض السيناريوهات غير الدستورية، وحاول البعض وخصوصا كتاب أو بعض الصحفيين أو بعض السياسيين أيضا الدفاع عنها، وخصوصا مثلا تعيين رئيس حكومة من خارج الحزب التي تصدر الانتخابات، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو سيناريوهات أخرى تعيين رئيس حكومة تكنوقراطي. ولأن هذه السيناريوهات كلها غير دستورية، فنحن في حزب العدالة والتنمية عبرنا باستمرار عنها غير ممكنة في السياق الحالي. الآن ما هي السيناريوهات المفتوحة؟ أول سيناريو هو مواصلة المفاوضات لنجد حل. ليس المغرب أول دولة تبقى فيه تشكيل الحكومة شهور. نحن نذكر مثال بلجيكا، ونذكر مثال أخيرا لإسبانيا، ونذكر ما وقع مرارا في إيطاليا. فهذا أظن تبعيات من تبعيات القبول بأن يكون هناك تطور ديمقراطي، وأن تكون هناك مرجعيات سياسية مختلفة تتدافع وتتنافس. طيب دكتور، الصحف المغربية تحدثت في خلال الأيام القليلة الماضية عن ربما قرب انفراج في هذه الأزمة، هل هذا صحيح؟ عقب طبعا لقاء السيد بن كيران مع السيد أخنوش. هذا اللقاء فعلا وقع، واقترح السيد رئيس الحكومة حل مقترح معين، وهو ينتظر الأطراف الأخرى أن تدرسه كاملا وأن ترد. لكن أنا أظن بأنه الذي يهم أكثر المشاهد الكريم والفاعل السياسي والباحث بالخصوص خارج المغرب هو أن يعرف بأن الجميع يحرص على أن تسير هذه التجربة بطريقة إيجابية في المستقبل. هناك انتخابات أفرزت مشروعية انتخابية معينة أدت إلى تعيين رئيس حكومة، وهناك قرار ملكي بالتعيين رئيس الحكومة الأمين العام من الحزب الأول وفق مقتضيات الدستور، وهذا شيء مهم جدا.
هناك تعثرات لأسباب اختلاف بين الفاعلين السياسيين، وأسباب أن هناك غيرة بطبيعة الحال من حزب العدالة والتنمية. كثير كانوا يتمنون أن لا يكون هو الحزب الأول، وبالتالي هذا أظن بأنه مسار لا يزال بالمنطق السياسي مقبول. صحيح أنه دكتور سعد الدين، رأيناك خلال الأيام القليلة الماضية في أكادير خلال افتتاح معرض إلى جانب السيد أخنوش، هل يمكن أن نعتبر ذلك إشارة للتقارب بين الحزبين؟ أنا رئيس فريق، أي كتلة تسمى في المشرق الكتلة، فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وتم دعوة جميع رؤساء الفرق لحضور افتتاح المعرض، وأنا استجبت كما استجاب بعض رؤساء الفرق الآخرين. وهذه هي الحكاية، ليس هناك أي لم أذهب للتفاوض السياسي، لأن تشكيل الحكومة الذي يقوم بها هو رئيس الحكومة وليس حزبه. الحزب يساعد، الحزب يعبر عن رأيه لرئيس الحكومة، يدعم رئيس الحكومة الذي هو أمينه العام، ولكن ليس هو الذي يشكل الحكومة. وصلت فكرة دكتور، طرف في المفاوضات. هل ما زال حزب العدالة والتنمية يعارض بشكل قاطع مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المرتقبة؟ والمنطقي بالنسبة لنا هو أن تتشكل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة. هذا هو المنطقي، وهو الذي دفعنا عنه، وهو الذي لا نزال ندافع عنه ويدافع عنه رئيس الحكومة بالمناسبة. لكن نحن لا يمكن أن نتخذ موقف مكان رئيس الحكومة. رئيس الحكومة هو الذي يقود المفاوضات، هو الذي يقرر ما هي الأحزاب التي ستشارك معه في الحكومة والتي لا تشارك معه في الحكومة. لكن أنا أقول بأن حزب الاتحاد الاشتراكي هو حزب تاريخي، وحزب قام بأدوار سياسية مهمة في المغرب المعاصر. لكن سنة 2011 لما فاز حزب العدالة بالانتخابات اعتذر عن المشاركة في الحكومة آنذاك، وكنا نطالبه بأن يشارك معنا، وقرر الخروج إلى المعارضة سنة 2011. فما هو الذي تغير اليوم حتى يعود ويصر على أن يكون في الحكومة؟ الذي تغير دكتور سعد الدين هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي يشغل الآن منصب رئاسة البرلمان في شخص السيد الحبيب المالكي. في رأينا هذا ليس مبررا لدخوله للحكومة. وعلى كل حال هناك المفاوضات الآن تجري لإيجاد حل وسط في نقاط الخلاف المختلفة، وهذه هذا أهمها. طيب، المتابعون للشأن السياسي المغربي يتطلعون إلى انعقاد المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية، هل لكم طموح للعودة إلى منصب الأمانة العامة للحزب؟ أن يكون الإنسان أمين عام حزب أول في المغرب هو شرف بالمناسبة، وأن يكون لدى أي إنسان طموح هذا شيء مشروع. لكن النظام الأساسي داخل حزب العدالة والتنمية والتقاليد التي درجنا عليها يقتضي أن الترشيح يقوم به المجلس الوطني وليس الأشخاص، وبالتالي سننتظر إلى حين انعقاد المؤتمر لنرى من هم المرشحون الذين اختارهم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لشغل منصب الأمين العام للحزب. هناك من يتحدث عن احتمال تعديل القانون الأساسي للحزب من أجل فتح المجال لترشح سيد بن كيران إلى ولاية أخرى، هل هذا الأمر صحيح؟ هذا غير مطروح اليوم داخل حزب العدالة والتنمية. العاهل المغربي يبدأ جولة جديدة في إفريقيا طبعا بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. المغرب يقول طبعا إنه انتصر بعودته إلى الاتحاد الإفريقي، وجبهة البوليساريو هي الأخرى تقول إنها انتصرت بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. هل يمكن أن يكون الفضاء الإفريقي فضاء إيجابيا لتسوية ملف الصحراء محل طبعا الفضاء الأممي، الأمم المتحدة التي ظل فيها هذا الملف معلقا لعقود؟ إذا عجزت الأمم المتحدة وعجز مجلس الأمن عن إيجاد حل للنزاع الذي طال في حول الصحراء المغربية، فسيكون الاتحاد الإفريقي أقل قدرة وأكثر عجزا
وخصوصا أن الاتحاد الإفريقي فيه مواقع مختلفة إيديولوجيا ومن حيث الموقف العام من قضية الصحراء. المغرب كان قد غادر سنة 1984 منظمة الوحدة الإفريقية بسبب الجو السائد داخله، وخصوصا قبول دولة غير موجودة على الخارطة، غير معترف بها من المجتمع الدولي، غير مستقلة، غير موجودة كيان غير موجود كدولة مستقلة، غير موجودة كدولة ذات سيادة داخل المنظمة الإفريقية. فاحتجاجا على هذا غادر المغرب. آنذاك كانت هناك أجواء الحرب الباردة، وكان عدد كبير من الدول الإفريقية هم في المعسكر الشرقي، فكانت قضية الصحراء آنذاك ضحية هذا التنازع بين معسكر شرقي ومعسكر غربي.